سمعت انهم دوبس فقلت اجرب، بس المره دي كنت ناصحه شويه ونزلت 7 سيكريتس عشان اشم الريحه بنفسي واتاكد. للاسف ما كانتش موجوده هناك، بس كان موجود التستر. لقيت نسبه التطابق ما بينهم مثلا من 90 ل 95%، فقلت مش مشكله، دي نسبه تطابق حلوه جدا جدا، لانه يورز 1 من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في باث اند بادي وركس. طلبتها من على نون لان هي كانت اوت اوف ستوك من عندهم في الستور، وجات لي وكانت الصدمه ان انا لقيت الريحه مختلفه تماما. بس بعد مثلا ربع ساعه بدات احس انه لا، هي دي نفس الريحه فعلا اللي انا شميتها. زي ما قلت لكم هي مش نسبه تطابق 100%، هي 90%. بس لما هتشتريها لسه جديده، لانه الحاجات وهي لسه جديده بيكون غير لما تقعد عندك فتره. يعني علشان اخد نفس الريحه اللي انا شميتها في الستور، ممكن مثلا احتاج ان انا خلاص انا فتحتها واستعملتها، لازم الاول تفتحيها وتستعمليها، يعني مش بتسيبيها مقفوله، تسيبيها عندك شهرين 3 هتلاقيها نفس الريحه اللي انت شميتيها في الستور لو انت رحتي شميتيها هناك مثلا. بس انا عارفه ان احنا اغلبنا ما عندهوش الصبر على حاجه زي كده، فانت هترشيها عادي في الاول، هتحسي ان ريحتها جرين اكتر، ريحتها مش فلورال ولا سويت، ولكن اصبري عليها هتلاقيها ريحتها بقت حلوه جدا جدا، وبجد قريبه قوي قوي من يورز 1. وانا بصراحه شايفه انه كتقييم بقى لبادي سبلاش من لوكال براند، هو بجد حلو قوي قوي. عاملين بادي سبلاش بمعايير عاليه جدا جدا، وحتى لو نسبه التطابق بتاعته مش 100%، مش مطلوب منه انه يكون 100%، على الاقل هو في شبه من حاجه احنا فعلا بنحبها، وفي نفس الوقت بكواليتي محترمه. الثبات بتاعه كويس، خدوا بالكم ان ده بادي سبلاش فهو مش هيكون ثابت اكتر حاجه في الدنيا، ولكن هو ثباته كويس جدا، معقول مثلا 4 ساعات 5 ساعات حاجه كده، فدي يعني مده كويسه جدا جدا على بادي سبلاش، ومش مطلوب منه اكتر من كده. ونشجع بقى اللوكال براندز.